ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض زينة رمضان من الورق. زي ما انتم شايفين كده. باشكال مختلفة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك اي وقت، بل بالعكس هتفرحي بيها اولادك وتخلوهم يشاركوكي بحاجة كده في البيت. زي ما انت شايفة معانا كتب كده، يعني اهم حاجة تكون الكتب فيها الوان زي اللي انتوا شايفينها دي، وعادي ممكن كتب مفيش فيها الوان تمشي. هبدأ كده بالفانوس في الاول. الفانوس ده هعمله بجلد الورق، وهعمله كمان من الورق بتاع الكتب الخفيف، وتقدري تعملي كل الزينة اللي انا هعملها دي بالورق اللي هو بتاع اللوح الملون. لو انت حابة تعملي حاجة يعني شكلها احلى واجمل، بس دي شكلها بيطلع جميل جدا. وفي نفس الوقت مش هتكلفك حاجة خالص. هنجيب كده ورقة الكتاب الجلدة وهنديها في النص، ونرجع نعمل المثلث اللي انتوا شفتوه ده، اكيد واضح قدامكم، ونقفله لدول. لو انت اول مرة تعملي الفكرة دي، تبني المثلث ده لبره كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، علشان ما يتقطعش منك، وهقولك ازاي. هنبدأ بقى كده نشيل الزوايد دي. الزوايد اللي هنشيلها دي مش هنرميها، بل بالعكس هنستفيد بيها، وهقول لكم ازاي. هقفل بقى كده تاني المثلث لجوه، لان انا بقدر اتحكم فيه. وهنبدأ بقى كده نشيل منه جزء كده من فوق، وبعد كده نبدأ ناخد نص سنتي، نص سنتي بس مش للآخر. هنسيب الورقة متصلة كده ببعضها. انا بقولك تقفلي المثلث لبره ليه؟ علشان التانية اللي احنا تانيينها من جوه ما تتقطعش معاكي، يعني تبقى عارفة حدودك واصلة لفين لو انت اول مرة تعمليه. بس انا يعني ايه، بعرف اتحكم فيه. ونبدأ ناخد نص سنتي من الجهة دي، ونقلب المثلث وناخد نص سنتي من الجهة التانية. زي ما انتوا شايفين هي الفكرة واصلة قدامكم كده. نعكس المثلث معانا رايح جاي، ناخد نص سنتي نص سنتي، تعملي سنتي اقل بالتقدير. يعني انا زي ما انتوا شايفين كده بعمل بالتقدير، مش بقيس بمسطره ولا اي حاجه. وهنعمل زينة رمضان كده ببلاش، نقدر نعملها بقى طبعا في الشارع في مدخل البيت بجد، والنتيجة في الآخر مبهرة جدا. ومن بعيد اللي يشوفها يقول ده ورق خية مية. بجد شكلها جميل جدا وممتاز. أنا بعملها بجلد الكتب علشان تبقى قوية كده، والهواء ما يقطعهاش معايا بسهولة. احنا كنا زمان بنتجمع كده احنا والجيران وقرايبنا وكده، ونلم بقى الكتب بتاعتنا كلها، ونبدأ نعمل زينة رمضان ونعلقها في الشارع كله. بجد بيبقى شكلها مبهر جدا وجميل. فحبيت افرح اولادي واشاركهم الفكره. هنعمل كده كمان جزء زي اللي انتوا شفتوه ده، علشان الفانوس يبقى. انا عملت واحده زيها بجلدة الكتاب التانية بتاعتها، ولازم تكون نفس المقاس زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدا نلزقها. انا هلزقها بالشمع. احنا كنا الاول بنعمل اللزق، بنجيب شويه من الدقيق ونحط عليهم شويه من الميه، يعني بنخلي العجينه، شوفوا عجينه الكيكه كده، بتبقى عجينه كده مش ماسكه قوي ولا سايله قوي، بتبقى زي عجينه الكيكه. وبنبدا نلزق بيها، وبجد كانت عمليه جدا، وكان اللزق بيبقى جامد. وتقدري تلزقي بيه الصمغ او بدباسه، يعني بتجيبي الدباسه وتعملي بقى الاطراف دي. احنا بنبدا نلزق الاطراف زي ما انتم شفتوا كده مع بعض، والوسط الورقه مش بنلزق، ممكن نلزق الطرف كله بس النتيجه مش هتبقى حلوه. لازم نسيب فتحات عشان تدي نفس الشكل كلها من الاول للاخر، تبقى متصله كده ببعضها زي ما انتم شايفين. وكده نبدا نعمل كام فانوس مع بعض، ونوصلهم في بعض كده بين الفتحه اللي احنا كنا فاتحينها، ونعمل حبل طويل في الشارع. زي ما انتم شايفين كده. انا عملت برضو من الورق العادي، بجد الوانه شكلهم جميل جدا. لو تاخدوا بالكم، عارفين الفوانيس اللي احنا بنجيبها في اعياد الميلاد اللي هي بنفتحها كده بالشكل ده، هو ده بس من الورق وببلاش وبطريقه ممتازه جدا. هخدت بقى الزوايد اللي طالعه معايا دي وعملت عليها كمان، وهبدا اعمل لكم برضه من الورق. يعني كل فكره هعملها لكم من الورق بتاع الكتب الخفيف، وفي نفس الوقت من جلد الكتب والقراريس جلد تقيله، علشان انا حابه فكره التقيله علشان مش هتتقطع معايا بسهوله من الهواء. وزي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى نقفلها سلسله. بجد شكلها ممتاز جدا. هعملها كل اللي انا هعمله النهارده هعمله بالشمع. وهنبدا نقفل السلسله كده، بندخل واحده عكس الثانيه علشان تعمل معانا شكل السلسله. هقفل السلسله كلها بنفس الشكل ده، وهعمل برضو الورق بتاع الكتاب العادي واوريكم النتيجه. بجد ممتازه جدا. انا قفلت معاكم كده كام واحده علشان نشوف الشكل.
ودي كده خلاص الشكل السلسله بعد ما عملناها. تقدري طبعا تعملي الطول اللي انت عايزاه. احنا كنا بنعمل يعني اطوال كتير قوي، كنا بنقعد نعمل كلنا، واللي يعمل يشبك مع التاني، وكانت جميله جدا، ونجيب كده الشارع كله نزينه. وعملت كده برضه في الورق العادي. عايزه اقول لكم ان الفكره دي ممتازه جدا، وهتقدري تفرحي بيها اولادك وتعملي كده بهجه كده في الشارع او في مدخل البيت كده. وكمان شكله مش وحش لو انت عايزه تعلقيه جوه البيت وتقدري تفرحي اولادك. لو انت مثلا نجت في زينه رمضان وعايزه تعملي زينه كده جنب كده برضو في الشكل الثالث ورقه من الكتاب. اعمل ورقه من الكتاب خفيف كده، وهنبدا نقسمها نصين، وبعد كده النص اللي عملناه برضو نقسمه نصين بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبدا نعمل بقى اشكال كده من تحت. ممكن نعمل اشكال مثلثات زي ما انتوا شفتوا، او دواير كده زي ما انتوا حابين. يعني زودوا الورقه كده من تحت بالشكل اللي انتوا عايزينه. وهنبدا نفتح الورقه كده في الثانيات اللي احنا عملناها علشان تطلع معانا بالشكل ده. احنا كده عملنا في الورقه دي 4 ورقات. ده الحبل اللي هو بنجيبه اللي هو بيبقى على شكل مثلثات او مستطيل فيه سبسبه كده. وبنبدا نعمل الورقه كده فيها من النص كده اشكال، نعمل مستطيل، مثلث، دايره، مربع، اللي انتوا عايزينه. طبعا مش هتعملوا ورقه بورقه زي ما انا وريتكم كده، انا بوريكم بس تقدروا تجمعوا ورق كتير مع بعضه وتعملوه عشان تكون النتيجه سريعه معاكم. وهنجيب كده خيط مكرميه او اي خيط يكون سميك عندكم يستحمل الهواء كده في الشارع. وهنبدا كده نقفل الورقه عليه بالشمع. هنعملها زي ما قلت لكم بالشمع او بالدقيق اللي انا قلت لكم عليه، العجينه اللي قلت لكم عليها، او بالسمنه او بالكباسه. يعني ما تبقوش بتصرفوا على حاجه خالص. فهنعمل زينه رمضان ببلاش من غير ما تكلفنا حاجه خالص. هنبدا كده نعمل حبل طويل بالشكل ده منها. بس قبل ما اقول لكم حطيت لكم هنا كده الفانوس اللي انا عملته بيه الورق برضك علشان طبعا نكمل الزينه في الشارع كلها زي بعضها. انا عملته بورق كتاب ملون، وكان الكتاب كبير هنا. اللي ما شافوش هو الفيديو اللي قبل ده على طول على القناه، واللي برضه مش عارف يوصل له هحط له اللينك في صندوق الوصف. عملت الورق اللي مش ملون والورق الملون، بجد النتيجه كل الاثنين كانت مبهره. كده بقى خلاص ده الحبل اللي انا عملته بورق الكتب. نقيت ورق الكتب اللي هو فيه اشكال، وقدرت اجيب الساده طبعا زي ما قلت لكم. الورق بتاع الكتب بتاع الابتدائي هو الورق اللي بيبقى فيه تلوين كتير، بالذات اللي هو السنين اللي هو تحت سنه رابعه ده، بجد ورقه جميل جدا. وعملت كمان هنا ورق القراطيس اللي يشوف من بعيد يقول ده ورق خياميه كده. خلاص عملنا 3 اشكال مع بعض. وكمان الفانوس اللي بالورق هتحطوا في صندوق الوصف. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.